السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم مبروك وعدوكم مهلوك، ويا رب تكونوا كل خير. هلي وأحبابي في ليبيا عامة، وضنا عمي تاورغا أينما كانوا خاصة. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني أفقه بقولي. عنوان الفيديو وهي مقولة عجبتني من الدكتور موسى الكوني الصديق له معين: الوطن ساكن أينما كنا، الوطن هو الوطن. وبصراحة نداء إلى بطون أو الخوت اللي في الجد في تاورغا، وهم بطون هوارة، مغارة، زمور، كاباو، فسطاو، معدان، ونداوة، ومليلة، وغريان، ومسلاتة، وترهونة، وتورغة، وزكارة، وسليم. الناشد خوتي اللي في الجد، خوتنا في الجد، أولاد لهنا بن لهان. وناشد جميع المرابطين، وناشد قبائل بني سليم، وناشد السعادي، وناشد التبو، وناشد جميع القبائل من راس جدير لمساعد لفزان، كل القبائل، واحترامي لهن فوق راسي، وكلهن قبائل شريفة عفيفة من جميع أنحاء ليبيا. أعينونا أعانكم الله، أعينونا، لأن في حرقة كبيرة بصراحة ما يعلمش بيها إلا كل أم وكل أب متضرر. والله الذي لا إله إلا هو، لا كرهة في أشخاص، لكن من طغى في الأرض فساد لابد معاقبته ولو بعد حين. يا هلنا في جميع أنحاء ليبيا، أعينونا، رانا في حرقة، راه الوضع متأزم. يا هلنا يا قبائل ليبيا، أي ليبي شريف الناجدة من 2011 لنهار اليوم، أي شخص عزيز فقد عزيز وغالي له، أو مفقود، أو تضرر، أو انجرح، أو أصيب، أو تعذب، كل ما فيه. أنا نحكي واحد من الناس، حتى أخويا على سبيل المثال، تقولوا ممكن يحكي على أخوه، أنا ناشد ليبيا كلها. خويا فرد من ليبيا، وليبيا هي فرد من خويا، وخويا قطعة من دمي، وأنا قطعة من ليبيا، وكلنا لبعضنا. وناشد أهلنا اللي في التآخي، وناشد الأصهار، الأبناء، الأعمام. الوضع مزري، الوضع ما يحكوا يكذبوش عليكم، يقولوا لكم تاورغا ردوا. تاورغا ردت ردة طوعية. الناس اللي ردوا مغلوب على أمرهم. عندكم ناس تحقوا فيهم في كامب الحليس، وفي قريونس، وفي طرابلس، واللي قاعد في تاورغا مغالب حتى علي حق خبزة يهو. بالله عليكم ما تخلوش توصلكم فكرة أو يكذبوا عليكم بعض الأشخاص المارقين المتسلقين، سواء في الدولة أو من الأصحاب، ويقول لك تاورغا راهو في الأصل راهو مش عارف من وين جايين. يا طيب منك له. بصراحة أنا نقدر نعري ناس واجدة في الموضوع هذا، وحكيت مرة وقلت تاريخ ليبيا عارفيننا من تال الباء بصراحة. من بداية نقولوا الليب وغيره لا توا عارفين، كلها على عيننا وراسنا، ما عندنا مشكلة. لكن لا تقول لي أنا مانيش ليبي، أنا ليبي أبا عن جد. أنا نحكي باسم جميع أهالي تورغة، في اللي بيتقبل كلامي وفي اللي لا. أنا نحكي والله العظيم حرقة، لا أكتر ولا أقل. لكن
كان ما تبوش تصدقوا. على سبيل المثال عندنا شجر ونخل، جيبوا أي خبير في العالم يشوف كم عمرها النخلة، شوف كم عمرها النخلة بس، توريك جذورنا الحقيقية. نحن أقدم ناس في ليبيا أو لا؟ باش نوريكم. أنا نحكي لهلنا كلهم في ليبيا، لأن في نقاط حنقولن. ما تبيش تصدق النخلة، عندنا نبتة اسمها الشعال، خود منها واعرف هذه من أمتى نبتت. النبتة هذه ما فيش إلا في ليبيا، الشعال هذا، شعال اسمه. وهناك ناس الفترة هذه تخرب وتحرق حتى في نخيل تورغة، كل شيء مؤدلج لمحو هوية الإنسان التورغي بصراحة. والله الذي لا إله إلا هو، الأرض عرض وأنا ما نسمح. وأنا الناشد توا عبد فقير، الناشد في جميع الناس، يا هلنا في جميع ربوع ليبيا، ويا هلنا اللي في تورغة سواء في الداخل ولا في الخارج. الوقت توا لا وقت بيع أراضي ولا وقت تقسيم، وانا ضد التقسيم. انا اللي هلي بروحهم بيقسموا، انا رافض التقسيم اللحم على سبيل المثال. الوقت يد جماعة، خلوا تقعد في دولة وكل ذي حق حقه، وبعد يقرروا. احترامنا لكبيريتنا على عيننا وراسنا، لكن في جيل شباب طامح، في مشاريع واجد ندارهم في تورغة وتقعد جنة بصراحة. عندنا بر وبحر، وعندنا أكبر بحيرة في ليبيا صراحة. خلوا لما نتبتوا وبعدها يقرروا، سوى اللحمات سوى كل واحد. لأن يا جماعة الخير، يوم اللي طلعتوا لا طلع قاضي بروحه، ولا محرزي بروحه، ولا سلطني بروحه، ولا مزوغي بروحه، ولا عمامرة بروحهم، ولا عبادلة بروحهم. طلعوكم بعلي بكرة أبيكم. ولهذا هذا التقسيم، هذا لي هذا مش لي، لا لما نطلع نقول فلان نعريه في شخصه، الغطاء الاجتماعي، لأن طغاه في الأرض فساد. ولهذا لما طلعوا كلهم مع بعضهم، ما خلوش فلان ضد فلان. بانوا الناس اللي عندهم هل في مصراته، بانوا ما نضروش كيف هلنا في كامبوات استقبلوهم ضنا خوالهم. هذا واقع، التاريخ شاهد على الكلام هذا. لكن كم انتو عبارة انكم غير حوتوا حياة معمر قدافي. الفساد ما من معمر قدافي شاف في شخصه، الفساد في اللي تحت معمر قدافي، هذا واقع. لكن كم انتو توا 17 فبراير ولا كرامة ولا غيره، تبين في ليبيا اللي ماسك المجلس المحلي رئيس استخبار، يعني يخدم ضابط استخبارات سابق. ياهو كيف انتو، كيف الكلام هذا؟ يعني راهو اللي نحكي عليه رئيس المجلس المحلي هو في شخصه جدة كان طاغي، كان يحبس في الناس. أيام كانت أيام العثمانيين وغيره، وأيام جانا واحد اسمه البغدادي، ممكن ما كان عاش عارفين قصص من تورغة، لكن جدة كان طاغي. أنا احترامي لكل ضناخته، ولا أنا نحكي في شخصه باهي. جدة كان طاغي، خوالة من مصراته عيت عيسى على سبيل المثال. جيت بترد لي نفس البرام في برما، الاستبداد والاستعباد. أنا نحكي من برا، لأن في أحسن مني يقدر ينقل الصورة، وشباب ما شاء الله تبارك الله عليهم. لكن اللي يحكي يلقى روحه مقمعس في الحبس. ناس واجدة حكت قالت كلمة حق انحبست. هذا ليش؟ مغلوب عليه أمره. وانا نلوم ونعذر اي واحد علق سنيبره وعنده عويله بيفكر في عويلته يقول والله ما عندي، ما نقدر ندوي. لكن يا راجل في فرصه سانحه انها تنقلب البلاد، بعدها تنقلب طبيخ الدم. انا دائما نقول ضد الدم، لكن تبوا تجبرونا على الامور هذه. يا رئيس مجلس الحكماء، انا ناشدك بس
يوم اللي ربي ياخذ منيتك راه كلنا ميتين. ما فيش يوم من الأيام حياة عمك ما هوش حالف قال أني والله سوريتي العربية ما نغيرها لين خشت ورغة سي محمد مش عارف حي ولا ميت القنطري. انت كيف تبيع حالك هيك؟ المتغطي بها عريان، والله المتغطي بها عريان. نحن لما نطلع او نذكر في اسماء ليست كرهة في حد، لكن الرب تاع نوقفك انت سادك كتروا علي موصوك تخيركم لا اله الا الله. ترى اللي كلم فيكم العبد لله، ربع حياتي عشتها في بنغازي، وربع حياتي في تورغة، وربع حياتي في ليبيا كلها، والربع الاخير قاعد متغرب ما ندريش. نكلم فيكم اليوم بلكي بكره ربي ياخذ منيتي. لكن لوين توصلوا؟ بس نبي نفهم انا لوين تبي توصل، لوين بس. ولهذا والله العظيم انا بنقول كلمة اخرى ممكن مش هتصدقها. نحن مصراتها في حد ذاتها ما عنديش مشكلة معاهم، ما عنديش معاهم مشكلة. عندي انا عرب هلي في الدم كيف زمور ولا معدن هذا مخوض في الجد. لكن مصراتها بروحها مقسومة، مصراتها بروحها مستبدة. لكن الناس ما يقدروش يقولوا والله اللي صاير في مصراتها كيف اللي صاير في تورغة صاير في مصراتها. اللي متحكمين في مصراتها والله الذي لا إله إلا هو ما هو ولد مصراتها حقه حقيقي. قالوا مع احترامي لكل قبائل مصراتها، احترامي لهم كلهم، لكن اللي دار العيبة في هلي واللي عذب واللي قتل والله الذي لا إله إلا هو حقنا ناخذوه، شاء من شاء وأبى من أبى. كان في قانون خديناه بالقانون، ما كانش في قانون والله العظيم بالدم. أي فاسد، أي واحد دار حاجة في هلنا وظلمنا الله لا تربح دنيا والآخر والله حقنا ناخذوه لو بعد حين. لكن بالنسبة في فتنة كبيرة صارت لنا في ليبيا هو تي هون راهو كبوة 2011 مدروسة، كبوة 2011 سكروا الاتصالات المنطقة الشرقية والغربية. ياهو أنا ممكن حاجة واحدة، يوم اللي اتصلت خالتي تعال قلنا لهم أنتوا اللي تعالوا نحق في المشهد وسكروا علينا. تراه الإعلام ضحك علينا سوس علينا. ترى مصراتها تعال إسرائيل والسراديب وكانوا ما وقفوش معاكم مع رب الشرق وجيت التباكو وغادي علي اليمين راكم دايرين جمعة الندم تفكونا من لعب لا إله إلا الله. تنبي حقي أنا حق هلي، تنبي ميزانية تورغة ونبي بلدية تورغة ونبي الناس ترد ونبي مشروع تورغة يرد، وعندنا قطاعات واجد وأمور مستقبلية وشباب خيرة. تورغة تقدر تغدي ليبيا وتورغة تقدر تغدي بروحها نفسها صراحة، ما واحد يلوم علينا بك. بحرنا الله أكبر، عندنا نخل وكل شيء ينزرع فيه، وعندنا مية أقسم بالله تغدي أفريقيا كلها، أفريقيا كلها. منطقة العين اللي هي عين تورقة بصراحة ما تلوموش علينا. والله أنا نخاطب فيكم يا داير يا لاقي. اليوم ضحكت علي بكرة نضحك عليك. الدنيا بران في برما يا خالي، خودها خبرة من واحد متغرب وعارف الدنيا. أو أمس ضحك عليه اليوم ضحكت عليه، مش ضروري ذكر الأسامي والأمثال. أما أتمنى من الجيل الصاعد الشباب اللي ما عاشش في تورغة، الشباب اللي غير يجي في دوري تورغة ويلعب في يتفرج على الكورة لكن ما انتماش، ما قعدش حب المدينة أكثر من مدينته. صدقني صدقني لو تقول لي شو تتمنى وقلتها الواحد ذاك اليوم وممكن مش هتصدقوها، لكن حيصدقني أي شخص أكبر مني عمرا، وخاصة الجيل اللي اتولد في البلاد القديمة. والله الذي لا إله إلا هو ما نتمنى إلا نوضة صبح بتاع 7:30 نشم
ريحة هذاك الشعال ولا الجريد، وسمع وتسمع الدجاج واليمام، والصباح هذاك المندي، عندي بالدنيا وما فيها. مش عايش في أوروبا أقسم بالله الصباح هذا ما ريته. ولما هدرست أنا وواحد قال لي الله تنتش تقول، راهو نحكي عليه صباح في أي فصول من فصول السنة عشتهن كله في تورغة، سوا صيف سوا شتاء سوا خريف سوا ربيع. وما أجمل الشتاء فيك يا تورغة، بحلاوته بالبز هذاك البلاد بطينة بدنيته بصبختها واك ماليش وصف. غمض عيونك وتذكر اللحظات هذين التغاضى على أشياء واجد، لكن إنك تمشي جنب المتسلقين، أو ممكن في اللي يقول لي لا احكي ما تذكرش أسامي. لو ما ذكرناش أسامي نحن ما صلحناش من حالنا، لأنه هو طغاه في الأرض فساد. باهي كيف تبيني تفاهم معاه؟ أنا راجل ما نحبش بالمعاني. المعاني راهو كلمة المعاني المرأة هي اللي تعطي المعاني وتحكي بالمعاني وبالألغاز. ما نحب ألغاز، راجل كيفي كيفه. كان مثلا أنا كلامي غلط أطلع ورد علي صراحة. وحاجة أخرى نقولها الكاميرا، أي واحد على سبيل المثال بيصطاد في الماء العكر، بالنسبة لهلي بصفة عامة لحمتي يعرفوني من أنا. يعني كان تمشوا العقيل الزايدي قسما بالله يعطيك جواب، حتى لو مثلا ما ردش عليك لكن جوابه يقول لك كاني أنا في مكان ندير أشر منك. ما نحبوش الغلط، نبو الحق، ما نش طامعين في حد، لا نبو سلطة ولا نبو جاه ولا نبو شيء، نبو الرد وقدرنا. راهو ياهو اللي عايشين استعباد يا ليبيا، راهم مستعبديننا ياهو. ياهو خاطي هوارة في مرابطية ياهو، عندنا مش عارف كم مرابط واجدين ياهو. أسألوا أبهاتكم ياهو كلمة شنو هو المرابط، تو ممكن ينطلي السلفي لا يجوز. يجوز يجوز لأنهم عارفين الناس المرابطية من وين. تكيف ياهو تكنا نحلوا في حلول في ليبيا، وكان عندنا قدر ومكانة في تاريخ ليبيا. يبوا يمحوا لنا عقاب أشكال مارقين. يا ريت تفكيره عنده تفكير مستقبلي، تفكيره سيارة سمحة. والله كلهم حود منهم واحد اللي هو النائب باي، كلهم اللي ماسكين قطاع تورغة كلهم راه في شرقها وغربها وجنوبها على سبيل المثال يبني فيلا وموكل عويلته صح، وكان مبشبش على ذنا عمه والباقي فخار يطحفش بعضها. عيب عليك يا ويلكم من عزايزنا. وهذه والله أول مرة يسمعوها مني هالي وأحبابي بجميع مركباتها. في من عزايز قسما بالله لنهار اليوم يوم اللي طبوا ولدها منها خدوه ولدها في غداء حالفة ما تغدى لين تسمع خبر على ولدها. في اللي حالفة والله ما تغطى لنهار اليوم لين تغطى في بلادها غادي. وكل واحد حالف حلفة وقاعد يراجي في رحمة ربي. تعوذ من الله سبحانه وتعالى قسما بالله العلي العظيم، والله العلي العظيم. الموضوع كبير، الموضوع مؤامرة جت على ليبيا كلها، مؤامرة جت على رقاد الرياح وضربونا حسبونا حشاكم الحمار القصير اللي نحن تورغة وركبوا علينا. أراه ليس خوفة عندنا فرسان وناس والله ياكلوا الزلط. والله ما يغركمش راه لما تحق بنية تورغية تخدم في بنغازي والخدمة ما يش عيب. لو شفت شيء قليل من الفساد الله غالب عليه، تلقى لاباتها قاعد مفقود وأخوها مفقود وتعول في أمها وأخوه معاق على سبيل المثال. الله غالب عليه، الله غالب عليه. اللي تدير في خبز التنور تبي تحسن من حالها الله غالب تبي تاكل. لكن راهو ما تاخدوش فينا فكرك، رانا ضنا جواد بجاوية نحبوا صاحبنا وكريمين وطيبين. واعتقد اي شخص في بنغازي خالط تاورغة عارف تاورغة من الشعب فالت عرب جواد، نحبوا اصحابنا في السراء والضراء، نحسوا بالعزيز والغالي.
ولهذا أخاطب مجلس النواب المجلس الأعلى يدير لنا حل في قضية تورغة. أتمنى صوتي وكلامي اللي أي شخص يعجبه. قالوا في التيك توك كبس وشير، شير ونب يوصل الكلام اللي نقول فيه، وفي أحسن مني يحكي. أنا نحكي بلغة الشعب، لا نحب نتفلسف لغة عربية ولا غيرها، والله العظيم. أخيرا، مشهد ليبيا ممكن تحقوا في عبد الحميد يبرطح الفترة هذه بصراحة. عبد الحميد آخر ورقة رابحة له، يستنوا توا في انتخابات مبعوث الأمم مبعوث الاتحاد الأوروبي مندوب على ليبيا. كان حاسب في راسه أن المندوب هذا حيكون إيطالي، قلبوا له شنطة، واللي بيقعد مندوب فرنسي. وفرنسا قولتها أن ضروري تغير حكومة تكنوقراط. باهي. والميزانية اللي جت البنغازي تو الحكومة أسامة حماد تدل على شيئين. الشيء الأول، صديق الكبير توحد مع المصرف، ولهذا عبد الحميد ما عادش حيقدر ياخذ شيء، وحافظ قداره كانوا تجاوز الأمور وقعد مع عبد الحميد نعتبره خاين، اللي هو اللي ماسك المؤسسة الليبية للنفط. ولهذا كانوا في صرف لشهور جاي بسكر راسه راعي دبي بيصرفوا من الفلوس المسروقات القديمة والاستثمارات الليبية. ونسأل الله العفو والعافية، ونحبكم في الله. وحبيت نسجل أفضل من مباشر، سوى تسجيل سوى مباشر. التاريخ 5/9/2023 باهي، وشهادة بالله والله العظيم، والله العظيم شيء مزعلني من جو هنا، إن عادرة نعرف الدبل شفرة، نعرف المتسلق، ونعرف اللي جامل، ونعرف اللي غير بيدير روحه فارس بني حمدان، وكلها نعرفها، والله كلها نعرفها. الله، أنا نحكي في هلنا في تورغة، ونعرف من اللي مش عاجبه كلامي، ونعرف اللي يقول هذا شرقاوي شندخله فينا، ونعرف اللي يقول خرف من هنا للصيحة في الوادي، ونعرف في اللي يقول والله يقول في الحق وصح كلامه لكن ما يقدرش ندير شيء، ونعرف في اللي يقول والله تيشن تقول انت الموضوع اكبر منك. الموضوع ما هوش اكبر منك. لما نحكي في مناشدات والله دائما نقول فيها ما خفي كان اعظم. كل واحد عارفين تاريخه، من سلسول جدة كانوا بنعروا، والله راهو بنزعلوا ناس واجدة، وعندنا عيش وملح مع ناس واجدة، وأحبابنا وأصحابنا واجد. ولهذا محترمين على عيون القمح يوتكل الشعير، وما زال حاسب كلمة على عيون القمح يوتكل الشعير. ولهذا يا قفافيط، لين ماسكين تورغة، يا قفافيط، مش يا قفيطة، قفافيط، كانكم ما تغابطوش ودرتوا حل لهلكم، والله الذي لا إله إلا هو حنحسب أيام أو أسبوع أو أسبوعين، وبعدها علي وعلى أعدائي. ولهذا محاربة الداء بالداء، وإن شاء الله كل واحد غلط في تورغة ولا في أي واحد في ليبيا مش ما يصبحش عليك صباح، إن شاء الله يجيك مرض عارف ما تندريش، لا ما تلقالاش داء ولا دواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحبكم في الله.